الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نواصل معكم أيها الإخوان الحلقات عن بيان صفة الصلاة. وقد كان الحلقة التاسعة تكلمنا فيها عن الفاتحة ووجوب قراءة شيء من القرآن، وذكرنا اختلاف المذاهب بالاختصار. ثم بعد أن يفرغ المصلي من قراءة الفاتحة يسن له أن يقرأ سورة من القرآن في الركعة الأولى والثانية في الصلاة السرية إذا كان مأموما أو منفردا. أما الصلاة الجهرية فلا يسن للمأموم أن يقرأ سورة في الركعة الأولى والثانية، ولكن السنة أن يستمع لقراءة الإمام. وبالنسبة للركعة الثالثة والرابعة لا يسن فيهما قراءة سورة على الإطلاق، سواء كان بالنسبة للإمام أو للمأموم أو المنفرد. أما الركعة الأولى والثانية فكما قلنا بالنسبة للسرية يسن فيها قراءة السورة للإمام والمأموم والمنفرد، والجهرية لا يسن فيها قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية إلا للإمام والمنفرد فقط. هذا هو كما قال أكثر العلماء، ومنهم الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وقال في القديم تسن قراءة السورة حتى في الركعة الثالثة والرابعة في الجهرية والسرية، وفي ذلك تفصيل مفصل في كتب الفقه. ثم أن قراءة الفاتحة في الصلاة كما قلنا ركن من أركان الصلاة عند أكثر العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ ما معك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بأم الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال في الحديث الآخر كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداي فهي خداي فهي خداي. ولكن هنا تأتي مسألة تتعلق بالفاتحة، وهي مسألة المسبوق. الشخص المسبوق ولا يتأتى المسبوق إلا في الجماعة، فالماموم الذي يأتي متأخرا لصلاة الجماعة ويدرك الإمام في الركوع أو في القيام ولكنه قارب الركوع، فإذا كبر هذا الماموم تكبيرة الإحرام والإمام في الركوع لا يجوز له أن يتأخر ويشتغل بقراءة الفاتحة، بل يجب عليه أن يركع حالا، فإن اطمأن مع الإمام في الركوع بقدر سبحان الله فقد أدرك الركعة، وإن لم يطمئن مع الإمام فقد فاتته الركعة، فيجب عليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام بدلا عن هذه الركعة. وإن أدركه في القيام ولكنه أوشك على الركوع فالأولى لهذا المأموم بمجرد تكبيرة الإحرام أن لا يشتغل بقراءة دعاء الاستفتاح، ولكنه يشتغل حالا بقراءة الفاتحة. فأن ركع الإمام بعد فراغ هذا المأموم من الفاتحة ركع، وأن ركع الإمام وهو ما زال في الفاتحة فلا يجوز أن يتأخر، ولكن يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام. فأن تأخر عنه لقراءة الفاتحة بركنين فعليين بطلت صلاته. أما إذا اشتغل هذا المأموم بقراءة دعاء الاستفتاح مع ضيق الوقت وقرب ركوع الإمام، فإذا ركع الإمام
فالواجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قراه من دعاء الاستفتاح، فإن قرأ ذلك وأدركه في الركوع واطمأن معه فقد أدرك الركعة، وإن لم يطمئن معه فقد فاتته الركعة، فعليه أن يركع وأن يأتي بركعة، أن يوافق الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. وقال علماء آخرون يجوز لهذا المأموم المسبوق الذي اشتغل بالسنة وهو دعاء الاستفتاح أن يتأخر لقراءة الفاتحة ويعذر إلى 3 أركان طويلة، وهي الركوع والسجودين. فإن أكمل هذا المأموم الفاتحة وأدرك الإمام في السجود الأول أو الثاني بأن ركع والإمام ما زال في السجود الأول أو الثاني فقد أدرك الركعة، وإن قام الإمام من السجود الثاني وما زال هذا المأموم مع الفاتحة فحينئذ فاتته الركعة، ويوافق الإمام فيما هو فيه من التشهد الأول أو من القيام، ويأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. وقال آخرون من العلماء يقول لهذا المسبوق المتأخر الذي اشتغل بسنة دعاء الاستفتاح أن يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام ويطمئن معه، وبذلك يدرك الركعة ويكون من الذين يتحمل عنهم المأموم الفاتحة. وهناك مسائل أخرى الذي يتحمل عنه الإمام الفاتحة، وهناك مسائل أخرى يتحمل الإمام فاتحة المأموم وتسقط عنه الفاتحة، ففي بعض المسائل يعذر إلى 3 أركان طويلة، وفي بعض المسائل يركع خلف الإمام وتسقط عنه الفاتحة، منها إذا كان المأموم بطيء القراءة والإمام سريع القراءة، وهذا يحصل أحيانا في صلاة التراويح التي يؤديها بعض الأئمة بسرعة هائلة، حتى أنك أحيانا تتحير أهذه الصلاة صحيحة أو باطلة لشدة السرعة فيها. هذا المأموم الذي كان بطيء القراءة ولم يدرك الإمام في الركوع بسبب اشتغاله بالفاتحة يعذر إلى 3 أركان طويلة، وهي الركوع والسجودين على المعتمد في مذهب الإمام الشافعي. ومنها أيضا إذا نام هذا المأموم في التشهد الأول أو غفل ولم يقم للركعة الثالثة إلا والإمام قد ركع أو قارب أن يركع، عند بعض العلماء يعذر إلى 3 أركان طويلة، وعند آخرون تسقط عنه الفاتحة ويركع مع هذا الإمام ويتحمل الإمام عنه الفاتحة. وهذه المسائل التي يتحمل فيها الإمام الفاتحة عن المأموم تصل إلى مسائل متعددة أفردت بالتآليف، وتفصيلها يستغرق وقتا طويلا، ولكن من أرادها فعليه أن يرجع إلى مصادرها الصحيحة وإلى كتب الفقه حتى يعرفها ويضبطها، لأنها تتكرر كثيرا في صلاة الجماعة بالنسبة للمأمومين الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من بعض المسائل التي ذكرناها. وعلى كل من تأخر أو ركع فهناك مذاهب أخرى تحمل هذا المأموم وتعتبر صلاته صحيحة، إن بطلت على هذا القول أو على هذا المذهب فإنها تصح على مذاهب أخرى، والله لا يعذب عبده يوم القيامة على المسائل المختلف فيها بين الأئمة المعتبرين وفي المذاهب المعتبرة، شريطة أن تكون هذه المذاهب معتبرة عند أهل السنة والجماعة، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولن نستطيع أن نحصر لك هذه المسائل في حلقة تتكون من ربع ساعة 10 دقائق، ولكن إذا أردت معرفة ذلك فعليك بطلب العلم وبطلب الفقه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يريد الله بنا خيرا ويجعلنا من أهل الخير ويعاملنا معاملة أهل خير إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.